المهم عندي المقدار الثلاثي الغير ايه؟ الغير بسيط. طيب نقول بسم الله. ابتدي معايا يا يوسف. 3 في 6. طبعا طريقة المقدار الثلاثي الغير بسيط قبة شرطتين قوسين. 3 في 6. بعد كده نعمل الشرطتين. عددين حاصل ضربهم 18. والفرق 7. 9 في 2. ما تنساش ان الكبير الاول وبعدين. طب يلا. على 3. ايه؟ 9 على 3 فعلى 3 على 1. ودي دولتين زي ما اخر خطوه اللي هي القوسين. تقول ايه؟ 1 س. انا بس براعي عليا المقام يتحط يمين، يعني الواحد والثلاثه يتحطوا هنا 1 و3. البسط يتحط شمال. زائد وناقص. وهنا س وهنا س. الزائد ينزل وزائد في ناقص. صعبه ديت؟ 2 في 6. 12. في يا بنتي اللي بتتكلم. بعدين هتضربهم 12 والفرق 1. 4 في 3. هنقسم على الاثنين هنا وهنا. ما فيش. بص بقى نفتح قوسين. الواحد والاثنين على اليمين والاثنين والثلاثه. فيها اي مشاكل؟ طيب اخر واحده بسيط بقى مش غير بسيط. هنحللها عادي. يلا يا اشرف. قوسين على اليمين. س وس. سالب ينزل وسالب في سالب. عددين حاسب ضربهم 24 والفرق 5. 8 بس كده. في صاد يبقى نحط صاد هنا وهنا. ماشي. صاد وهنا برضه صاد. خلاص؟ طيب دي مسألة جميلة مختلفة سنة عن اللي أنا معودكم عليه. يا علاء مستطيل مساحته معاكي اوجد بعدين ثم اوجد المحيط. عايز بعدين يعني إيه؟ يعني قصده حل. قصده إيه؟ التحليل هيطلع كام قيمة؟ واحدة فيهم طول واحدة فيهم. طب قولي كده هتعملها ازاي؟ نقول 2 س تربيع زائد 19 س زائد 5. انت رايحين 35. لا في حاجة علاء عايز أقول لك فيها يعني دي كانت هشة. هل المفروض أول ما أبص على السؤال كنت أبص أشوف قبل ما ابتدي أشتغل هل في مشترك ولا مفيش؟ طبعا هنا مفيش. بس أنا بقول لكم عشان بعد كده إذا دخلت الامتحان دوري على السؤال هتلاقي 4 تحليل. 99% إن شاء الله هتلاقي 4 تحليل. الأربعة تحليل واحدة فيهم اخرج عامل مشترك على طول. دوروا عليها الأول عشان ما تقعيش في مشكلة. قولي يا آلاء. 2 في 35. 70. عددين حاصل ضربهم 70 مجموعهم 19. عندك 2 في 35 مش هتنفع؟ عندك 3 5 في 14. طب ما آلاء اللي بتقول ها 14. عشان احنا قسمنا اسف. كملي يا آلاء. هنكتب هنا 1 وهنا 2 وبعدين في الاخر 7 و7 وس وس وزائد وزائد. 7 و5 هنا سالب زائد وزائد. طيب يبقى كده البعدين يا جماعه س زائد 7 و2 س زائد 5. يبقى نسمي ده طول وده عرض او العكس يعني عادي مش فارقه. ثم اوجد قيمه المقدار. نيجي نقول له اذا الطول تساوي 2 س زائد 5 يساوي 2 في 3 زائد 5. طيب العرض كم؟ س زائد 7 يبقى 2 يبقى كام؟ 3 زائد 7 يساوي 10. إذا المساحة ولا عايز المحيط؟ المحيط طول زائد عرض في 2 يعني 42. طيب آخر سؤال قبل ما نختم الجزئية ديت. مين اللي عليه الدور؟ قولي يا جعفر. 5 ص تربيع ناقص. بصي بقى هتدخلي ده هنا وهنا. ناقص 4 س هنا ناقص 4 س هنا. سالب 4 في 7. س ص. سالب في سالب. سالب في موجب في سالب. 12 س ايه؟ س تكعيب. السؤال ده انا كاتبه غلط. اكيد هنا مفيش اصلا حاجه. عشان يبقى س تربيع. انا تقريبا نقله غلط. يبقى س ايه؟ بس مش هينفع تربيع. عشان لو بقى تكعيب هتبقى مش تكعيب.
تعالي نحلل سوا بقى، ده برضو غير بسيط، على حظكم ولا نكتر من غير بسيط. طب كملي يا جنى يلا. 5 في 12 عددين حاصل ضربهم 60 والفرق 28. صح، 30 في 2. علم، وهنقسم على الخمسة. نقسم على الخمسة. يساوي كام؟ بس بتاع الواحد وهنا مفيش حاجة. 1 و5. هنا 6 وهنا 2 ماشي. سالب ينزل وسالب في سالب. في سي يعني وهنا نحط س برضه بنساها كل مرة. يساوي علي صوت. ها يبقى موجب وسالب 2. تبقى موجب وسالب 4 س. فيها مشاكل يا شباب؟ لما نعوز الحد الاوسط موجب وسالب 2 جذر الاول في جذر الثاني فيها صعوبه؟ طيب هنا برضو الحد الاوسط مين اللي عليه الدور؟ قول يلا يا علي. عين تربيع ب 7 يبقى موجب وسالب 14 عين تربيع. دايما الاوسط ليه حلين، يا اما موجب يا اما ايه؟ غير الحد الاول او الاخير، دي قصه ثانيه خالص. هو حط الاشاره في النص وجاب في الاختيار موجب وسالب وجاب من غير موجب. موجب وسالب برضه. طب ما هو حاطط الاشاره. ماليش دعوه، ما الاشاره ممكن تتضرب في اشاره غيرها. مش سالب ممكن تتضرب في سالب او ممكن تتضرب في موجب. اذا جاب في الاختيارات موجب وسالب خدي موجب وسالب. ده كلمه نهائيه. اما بقى هو ما جابش موجب وسالب خدي بقى اللي هو عايزه. جايب لك ايه؟ لا وعلى فكره ما بيجيبش الموجب لوحده والسالب لوحده، يا اما يجيب يبقى قصادها على طول هتلاقي موجب وسالب كده. طيب خليها دلوقتي لما اخلص السؤال. ماشي؟ نكمل السؤال ده يا جماعه. امتى بقى لما يعوز الثالث ولما يعوز الاول نعمل ايه؟ في 3 طرق. طريقه الجذور وطريقه هنفتح سرير ولا بشيل ناقص 3؟ هنفتح سرير. هنبقى شيل ناقص 3 وشيل زائد 3. ممتازه. س ناقص 3 س زائد 3. خش يا دي. هتبقى 3. ده برضه قوسين فرق في المربعين عشان حاجه لها جذر ناقص حاجه لها جذر. هتبقى 3 س أس 2 زائد ناقص 4. ايوه استني بقى على السرير. 3 س أس 2 ناقص 4 هنا زائد 4. زائد 4. فيها مشاكل يا شباب؟ طيب كملي يا دول. دي فرق مربعين بس رخمه شويه. هنفتح هنفتح فين؟ قوسين بره. سين على الصاد دي وسين على الصاد هنا. س على الصاد س على الصاد ناقص هنا 5 على 4 5 على 4. السؤال حلو يا جنى ولا الفيديو مش واضح؟ ماشي. دي بقى احنا خلصنا الصف ده صح؟ الصبيان انا واقف فين؟ قول يا شباب تعرف تعمل ايه دي؟ في ازمه في النص. هنعمل ايه في النص؟ تسحبوا عامل مشترك. لو لقيت نص ولا كسر مش لو في حاجه عامله قلق خد عامل مشترك. بص اللي هيحصل. خد النص عامل مشترك. يبقى لك س تربيع. 2 في 2. طب ليه ضربت 2 في 2؟ لان المفروض اللي اخده بره بقسم عليه. لما اجي اقسم على نص مقام المقام بسط. بدل ما هو على نص يبقى في ايه؟ في 2. عشان كده باخد النص واضرب 2 في 2 ب4. حلل يا ريس. س وس ناقص وزائد 2. في طالب امبارح غلط غلطه كبيره جدا. قال ايه يا اخويا؟ اعمل لك س وس زائد وناقص 2 و2 كده صح؟
كده صح؟ شفتوا غلط ازاي؟ استاذ علاء طب ما كده صح؟ كده صح يا ده انا بضحك عليكم يا احمد. ما هو ممكن موجب وناقص وممكن ناقص وموجب عادي. عايزك جد بعد ما نخلص الفيديو ده هتكلم معاك يا حيوان. ايوه ناخد سين عامل مشترك مش مهم. سين عامل اللي بعده يلا يا يحيى. ها خدنا سين بقى هنا سين تربيع ناقص السين خدناها يبقى ايه؟ طيب حل تاني سين وسين ناقص 2 طب هنا ها واقسم عليه ناقص ها ارجع حل سين وسين ناقص وزائد 5 و5 فيها اي مشاكل؟ خش بقى على الفرق المكعبين اللي هنسال عليها الدور مين؟ سناء يلا يا سناء قوس صغير قوس كبير وركزوا ويايا يا ممير زيها خلاص يا سناء ولا انا اللي بقول بس يا بنات زيها عكسها استني يا سناء كملي ها سين سين تربيع 3 9 أول 3 بضربها في نفسها تبقى إيه؟ 9 في النص 3 سين خلاص كده؟ فيها أي مشاكل؟ طيب تعالى على دي نعملها تاني على فكرة ممكن ما تبقاش 3 ممكن أخليها لكم 9 مثلا طيب نعمل إيه؟ هات الجذر التكعيبي هنا الجذر التكعيبي هنا زي ما أنا معود بص صغير بص زيها عكسها موجب جذر سين تكعيبي سينوس 9 بكام؟ 9 على 3 يبقى سينوس 3 فهمت انا بعمل ايه؟ طب جذر 8 كام؟ 2 اضرب السين في السين يبقى سينوس كام؟ سين أس 6 ما هو 2 3 و 3 اه 2 في 2 ب4 هنا في النص 2 سين تكعيبي 2 سين تكعيبي تعالي يا رؤية هي قدام جنب البسمله اهي فاكر حاجه وهجيبكم اصبر بص صغير بص ايه كبير زيها برضو عكسها موجب نفس الفكره سين تكعيب صاد تكعيب اعمل فيها ايه؟ هاتي جذرها التكعيبي وهاتي جذرها يبقى سين صاد جذر الواحد طيب سين صاد في سين صاد بسين تربيع صاد 1 في 1 في النص حطهم جنب بعض اخر فكره برضو هناك اهي ما يلا كده يا حسناء قولي يا حسناء هي كده كده جنى هتصبر عليها شويه عقبال ما تفهم. كبير وكنت بص صغير زيها زي العسل ها كملي نعمل جذر 25 جذر هنا جذر هنا خلي بالك هي فيها صعوبه جذر من 25 من 1000 ايه؟ 5 من 10 اللي من 1000 جذره من 10 طب السين تكعيبي 10 سي سين طب الواحد طيب اضربي بقى 5 ب 5 25 من 100 سين في سين 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 تربيع 1 في 1 بواحد طيب 5 من 10 سين في 1 5 من 10 سين